وامرأة تركب مع سائق سيارة الأجرة في المقعد الأمامي والمقاعد الخلفية فارغة، ورجل يمر على المسجد وهم يقيمون الصلاة ولا يدخل ليصلي، وآخر تلقي عليه السلام ولا يرد عليك. أما المرأة فهي زوجة سائق سيارة الأجرة، وأما الرجل فقد صلى في المسجد المجاور، وأما الذي ألقيت عليه السلام لم يسمعك. الأمر كله يتعلق بإحسان النية. يقول أحد السلف الصالح: والله لو رأيت رجلا لحيته تقطر خمرا لقلت سكبت عليه، ولو رأيت آخر في أعلى الجبل يقول أنا ربكم الأعلى لقلت يقرأ آية من القرآن. ويقول ابن القيم: والله إن المرء يصعب عليه إدراك نيته، فكيف له أن يتسلط على نيات الآخرين. سلام الله على قلبك وقلبي وقلوب الجميع.